السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نوجه رسالة لحكومة عدن نقول لكم اتقوا الله في الشعب اليمني. يا حكومة الشرعية اتقوا الله في الشعب اليمني. الشعب اليمني يموت قهرا وجوعا. لا شفنا منكم أي منجزات نهائيا. حكومة برع الوطن، حكومة دائما مغادرة خارج الوطن، حكومة مشردة خارج الوطن. نقول لكم اتقوا الله في الشعب اليمني. إما أن تكونوا أكفاء وتقعدوا في بلادكم داخل المشاكل والحرب وبين الشعب، وإما أن تسلموا البلاد لناس يحاولوا أنهم يدبروا كيف يسووا هذا الوطن. لا تخافوش على اليمن، خلاص اليمن ما في أي شيء، وانتم يعني دمرتموه نهائيا. اليمن الحين تبغى لها تشتي لها واحد يعيدها من الصفر. مع احترامي وتقديري للأخ والعميد طارق صالح، الذي هو ماسك محافظة أو ماسك المخا. شفنا منجزات عظيمة. هذا الرجل كفو، ما فيش بيده أي شيء من موارد الدولة. موارد الدولة كلها بعدن. الرجال هذا لا يصلح الجسور والخطوط والطرقات والدوارات، وصلح محافظة المخا كامل، أو المخا، مديرية المخا. المهم مو ما كانت محافظة وهي تابعة لتعزيز. سلموا لطارق صالح الدولة، سلموا لها رجالها الدولة لها رجالها. نقول برضو للحكومة الأخرى الذي في صنعاء وإب وأجزاء من تعز والحديدة وذمار، اتقوا الله في الشعب يا ناس. أخذتم الزكاة والضرائب وكل شيء أخذتمه، وجمارك، زكاة وجمارك وضرائب وكل حاجة. اتقوا الله في الشعب. خطوط مكسرة، ما شفنا أي منجز أنجزتموه. اعملوا لنا صواريخ للطريق، اعملوا لنا صواريخ بدل ما تطلقوهن للجو، اعملوا لنا صواريخ للأرض، اعملوا لنا صواريخ سكود للأرض، ويمسح لنا الخط. ما نشتي منكم لا رواتب، خلاص الرواتب قد لحسن الكرسوم، معبش رواتب ولا حاجة. صلحوا لنا الخطوط، امنعوا لنا البلطجية من المدن. دام انها محافظة آمنة مستقرة، امنعوا السلاح من دخولها. ذمار آمنة مستقرة، الجيش السلاح يكون بيد الشعب، بيد الجيش فقط والدوريات الأمنية. أما الصغير والكبير والمجنون والعاقل كله مسلح، هذا شيء لا يرضي الله ولا رسوله. موارد الدولة كلها بيديكم، موش أي واحد ينتقدكم تقولوا لا هذا داعشي وهذا إرهابي هذا الاسطوانة قد انتهى. انتهينا منها، وقد نحن شابعين قانعين من ذا الخبر. داعشي وإرهابي ومع السعودي ومع الإمارات ومع هذا الشيء بطلوه. أنتم ذحين ماسكين دولة، خلاص الشعب يشتي منكم خطوط، يشتي منكم مدارس، يشتي منكم مستشفيات، يشتي منكم تعليم، يشتي منكم كل شيء. موش يشتي منكم بوازيك وبنادق وجرامل وعلى الجبهات. معانش جبهات. سوريا من بعدنا قامة على رجلها، قاهدة نهض. سوريا قاهدة نهض. أفغانستان مسكوها أبو الحي، مسكوها الدقون. الحين أفغانستان في الأيام القادمة إن شاء الله ستكون أغني من الهند وباكستان، وأغني من إيران، وأغني من أي دولة بهذه المنطقة اللي حواليتها، لأنهم قاعدين يديروا الدولة بإدارة صحيحة وحقيقة. وإحنا فلان إرهابي، فلان داعشي،
وهذا كانوا مشردين بالفنادق، وطارق صالح هو الوحيد الذي يبني في المخا، صلح المستشفيات والخطوط، حتى لو لا دعم الدولة ثاني، لكن هو اللي يصلح. ما كفتش الفلوس لا جيبه، ما بش معه مينا، ولا معه دخل، ولا جمارك، ولا ضرائب، ولا شيء لا جيبه. نشتي قول وفعل، نشوف على الخط، نشوف بعيوننا على أرض الواقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.